حفيظ شو بتسوي اليوم؟ مربيان كويتي. اليوم طالت اعماركم حفيظ بيسوي لكم مربيا كويتي بلمسات اماراتيه. المكونات: كيلو عيش، كيلوين ربيان، سنوت، يليلان، فلفل خضر، ريحه قناد يعني حبتين قناد، مسمار، ورده اليانسون، كريبته، ورق قار، لومي يابس بكباره، جلف بكباره، يليلان وسنوت خبرناكم عنه، لومي يابس ملبب، مليحه، فلفل اسود، فلفل حمر، كركمه، بزار مخلوط، طماطه وحده، كيلو كامل البصل، ثوم، كميه كبيره من الكزبره. وهذه دهنه الخالدي، لا بد ولا عذر من دهنه الخالدي. اللي يميز الطبخه هذه طالت اعماركم انها ما فيها زيت، ضروري تعرفون انها ما فيها زيت. شوف الصلال اللي يطيح من الربيان، يلا سكر، هذا من الملح والكركم، الحين ينغسل زين ما زين. شوفوا يا جماعه الخير، البصل لازم بهالطريقه، لا تقولوا ما قلنا لكم، لازم هاي طريقته، ما شيء ثاني. الحين الربيان طالت اعماركم نعقه في الملبى الحار ثانيه وحده وينشل وينعق على البصل، لكن قبل ما تعق الربيان على البصل لازم تحط هذا اللي هو حاف بحاف، ني بني، اللي هي المكونات: السنوت واليليلان والقناد ونجمة المسمار وفلفل حار وجرفه وكربته ولومي يابس بكباره. زين، من عقب من عقب ما تحط هذا تحط عليه بعد شو اللومي اليابس الملبب. يلا حبيبي يلا. هاي المكونات، هذا حاف بحاف. الطريقة هاي عقوا الربيان في الماء حار يطبخ، ثورة واحدة، أقل عن ثورة. جلبه حفيظ، جلب داخل هذا هي بس خلاص. هذا حين الربيان نظف رقم واحد، شيل يغرف الربيان طالت اعماركم ويحطه على شو؟ على الحشوة هذه. خلاص الربيان الحين ايش حقه هذا هالامور كلها؟ علشان ريحه سهجه والاشياء، علما بان ربيان طازه فريش يعني، لكن سبحان الله يعني عند سهجه والاشياء هذا اولا اقل عن ثانيه. الماء يطبخ تعق الربيان داخله سيده وتعق. هذا الحين عليه اللومي الملبب، اللومي الملبب مره، اللومي اليابس الملبب، وتعق عليه طالت اعماركم اللي هي الدهنه. هذا وقت دهنه الخالدي، فنيال كامل، فنيال مره. جلب يا مجلب. ايوه. وعلى طاري هالكويت وما يقولون اقوال هالكويت فنانه، من اقوالهم ماثوره: من زانت حمسته زانت طبخته. ليه تزين طبخت حمسته، تزين طبخته، يعني حمست زين طبخت زين. هذا اللي يميز الاكل الطيب، الحماس، كثره الحماس. الحين شوف هذا ترى كثره الضوء على الربيان يغذي الربيان عرق، كان نايلون بلاستيك، الربيان ما يقهر ضوء. هذا فوح ثانيه ويحمس هني، نحط على البصل المدبل وراويناكم الطريقه. الحين طالت اعماركم ينحط الثوم، وينحط طالت اعماركم نص كميه الكزبر، نص بالضبط. ايوه. تنحط البهارات كامله هذه قبل خبرناكم فيها، اللي هي الفلفل الحمر، الفلفل الاسود، والكركمه، والبزار المشكل، بعد بزار الخالدي، وينحط الملح. وينحط الطماط. طالت اعماركم هذا المتبقي اللي هي 25% من الحشو، وهذا ال 75%. عقينا الكزبر. يلا. ايوه. هذا طالت اعماركم المربيا اللي على بطنه وظهره، الكويتي اللي ما له شريك، اللي ولا له شبيه، حطينا عليه لمسات اماراتيه. حفيظ قال لازم بابا نحب نسوي فكره زينه، بنسوي ميكس مربيا كويتي على شوي اماراتي. قلنا له ان شاء الله، وهذه فكره حفيظ، وهذا على ما تشوفون. الحين بنشب العيش داخل وبيقوم مره بتشوفون لكم عيد ننتظر 5 دقائق بس عطونا. بعد مرور 15 دقيقه ضوء مقصر على الاخر. الحين العيش مره حاف، لكن اللومي اليابس لازم تدفنونه، يتدفن داخل. زين. هذا على ما تشوفون هذا العيش ما شاء الله ناضي فلفله ودنياه، وهذا في يعني الربع كميه الحشو من الربيان هذا موجود داخل. يلا.
الربيان على طالع عماركم الحشوة حينه لازم ينتشح على كبر الجدر، يتلحف. هذا المربين، يسمونه المربين اللي عليه رضوانا من الله. طريقة سهلة وفنانة ولذيذة علينا وعليكم بالعافية. بعد شوي بنخبركم عن أهم ما في الموضوع وقت الغراف. يلا شكرا حفيظ. بعد مرور 45 دقيقة لحفناه بقرطاس وحطينا عليه المنحاز، وهذا جاهز الحين. طبخة جاهزة 45 دقيقة على ضوء قاصرة. اللي يطيب الأكل هو تطويل البال على سكار الجدر. هذا وقت تسكير الجدر. الحين طالت عم شوف العيش نفش، تنشل الحشوة مع الطبقة الأولى من العيش. الحشوة تنشل كاملة. هاي حشوة المربيان، ناهيك عن الربيان اللي في قاعة الجدر، هذا يتخلى. الحين بنضيفه. شوف كل حبة على راسه، كل حبة على راسه. ما بيجينك معتين، لا نثري، جايينك نثري. هذا المربيان، المربيان اللي غير نمونه. وهذه الحشوة طالت عمارة مربيان كويتي إماراتي ريدي. شكرا حفيظ. ثانك يو.